سلام خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. فيديو اليوم بزاف شباب، باسكو حنا النساء دائما نحوسوا على طريقه تخلينا نتهناو من الوقفه في الكوزينه، لانه حقيقه كل مرأة ربة بيت مسؤولة على بيتها وعلى وليداتها، معظم وقتها راهو في الكوزينة. تبعيني راح نعطيك بزاف نصائح راح يفيدوك كما فادوني انايا، وكذلك راح نوريكم جولة في بيتنا عند امي، ماشي في بيتنا كامل غير في الكوزينة راح نوريكم. يلا نخليكم ومن بعد نعاود نرجع لكم نكمل لكم الموضوع. هذه كوزينة امي. شوفوا لي راهي دايره منا سليله بوطاجي صغير، شوفوا دايره فما وين معالق وين نديرهم منا ترى دايره هذو، شوفوا كيف هكذا معلقه شابين هذو، شوفوا يعلقوا فيهم باسكو يما ما عليهاش لي زيليمون من الفوق. هاي هنا وين تغسل، وهذا بوطاجي ميني بوطاجي هكذا، دايره كويزينيير منا ودايره طابونه باسكو يما طيب الخبز وكامل. منا دايره تاقه، هاي تاقتها، ودايره منا شوفوا ومنا دايره ماشينا لافي. شوفوا هذه لا مارك بزاف شابه تاع جيون سيستر. ها هي بزاف شابه هذه اللي كان هذه اي تغسل بصابون لايف. سليله تاع الحوايج والتليفون هنا محطوط هكذا. منا الباب يدير هذوما زوج بلاون تاع الماء، دايره هذه ثاني تاع الماء، دايره منا الفريجيدير، ومنا دايره هذه الطابله وزوج كراسه، ودايره هذه هكا باش ما نبانش هنايا، دايره فيها كي نقولوا عنها كيما راكم تشوفوا. شوفوا لي السيار هكذا لي على السيار. المهم هكذا شوفوا حالتها يما نقيق يلاه الله. وهذو الزوج لي تيغوار ثاني كي دايره فيهم ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. شوفوا لي الكوزينه تاع امي، هذه هي كوزينه امي، ها صغيره بصح كيما نقولوا كل حاجه في مضربها. هذه هي كوزينه امي، الله يبارك ما شاء الله. ها هي وها هي بنتي جايه تتبع فيا، انا نمشي وهي تمشي مورايا. ها هي ومن هكا كي تخرج امي تخرج قبيله هكا لوسط الدار. شوفوا ديك الاطلاله شحال شابه بزاف هايله. شوفوا لي الياسمينه هذه جايتها قبيله هكا في الباب، وهذه القارصه شرت القارص الورد من حك ماكش يما مليكه الورد. شوفوا لي هكذا راني نوريكم. ومن هذا الاخرين تاعها بصح شوفوا كيما دايره لي زيدي مديره هذوك في بلاصتهم، بصح هذو تستعملهم ماشي كيسيون مشبحتهم بركا، تستعملهم هذوما. هذه هي خياتي، ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله في مطبخ امي المتواضع هكذا، وديتو افكار. خليوا لي الجام حبيباتي وخليوا لي تعليقات راني نقراهم من امي. المهم وان شاء الله تدعي لكم، كل وحده راهي تعلق لها راهي تدعي لها امي. المهم حبيباتي دوكا نرجعوا للموضوع الرئيسي تاعنا. راني شوفوا جيت ندير معكم لاصوب تاع العدس الاحمر، ودرت معاها بوريك، وندخلوا في صلب الموضوع هكذا باش تاخذوا نصائح باش ما تكثريش الوقف عليك في الكوزينه. اول حاجه ديريها اختي حبيبتي غاليتي باش تكوني اقل وقت في الكوزينه. على بالي احنا الوقت معظم وقتنا في الكوزينه انك تخدمي شغلك بذكاء. كيفاش تخدميه بذكاء؟ انك تقسمي الوقت. شوفوا انا معتمده على الروتين المسائي. الروتين المسائي نشوف ندخل فيه غير الكوزينه هي روتيني مسائي. باسكو علاه شوفوا تبعوني خطوه بخطوه. حشيه بعد شوفوا كي نجي ندخل راح ندير عشاء، نيتواي الحاله، نخمل الماء اللي يرجعوا لي للخزانه، ولا عندي ماء مشمخين نشفهم ونرجعهم، نتريي كامل الماء نتاوعي، نرجع خضرتي في الفريجيدير نضرب عليه طله. شوفوا دائما دايره يدي على الامورات اللي نعرفهم يتخربوا لي. دائما الحشيه عندي الحشيه الروتين المسائي، نقي كوزينتي الى بالتسييقه نسيقها، الى كانت نقيق يعني نضرب لها كيما نقولوا حاجه كومبالي خفيفه، الماء نغسلهم، ندير حشاتي قدامي. وزيد كي نقي الكوزينه في الليل كي نجي نرقد لازم نخلي الكوزينه تاعي نقيه. صباح كي نوض كي نطلع الكوزينه راني داخله ندير قهوتي
تجيني واحد السعاده ما نكذبش عليكم، تصبح لي كوزينتي نقيه. هذه كامل حنا الامهات ولا ربات البيوت متفاهمين عليها، انه صباح كوزينه كي تكون صباح تصبح لك الكوزينه نقيه، تعطيك لونفي باش تخدمي باقي شغلك في البيوت وانتي فرحانه انت مطمئنه. شوفوا كي تخدمي هذاك الروتين المسائي خلوه غير الكوزينه، نفرزها، ندير يدي عليها، ندير تنظيف عميق للكويزينيير، ندير يدي على كاش لي تيغواغ اللي فيهم كيما نقولوا يكونوا ساخنين. دائما احنا عندنا تيغواغ ولا زوج دائما مروبلين. دائما شوفوا الفريجيدير نحط يدي عليه، نضرب طله من كوزينتي. المهم انا الحشيه كوزينتي نفرزها، نظل انا في الكوزينه. وثاني الحاجه اللي ثاني صوفاتني اني كي ندخل ندير الحشيه ندير معاها فطور تاع غدوه. الصباح كي نوض نطيب قهيوتي، ولا كنتي ما عندك ما درتيش فطورك لافي نهار ما قبل، ما تبدايش بالكوزينه هي الاولى، باسكو الكوزينه صح فيها شغل، ولا دخلتي ليها ما تخرجيش، تبداي من ذي ما نزيد رانا كيما تاع نهار رمضان. شفتوا في رمضان الا دخلتي على 12 تخرجي على المغرب، تدخلي على 4 تخرجي على المغرب، وانتي كي ديري في نفس المهام، ما كان حتى حاجه زياده. المهم والصباح كي تنوضي الصباح تلقاي كوزينتك نقيقيه، ما كاش معنات حاله مرتبه. قلت لكم سبقوا في البيوت، ضربي لهم دويره خفيفه، ولا كان راكي مسيقه من قبل ضربي بالي خفيفه. لا ما كاش مسيقه ارفدي كلش وهوي الحاله وشعلي القران يدور لك في الدار وينحي لك الطاقه السلبيه، وسيقي ورجعي نظمي دويزيناتك رجعيهم. شفتوا هذيك الفرحه كي تحكمك نهار اللي تكملي التسياق وتبداي ترجعي في طابيات وترجعي في الامورات اللي تكوني رافدتهم، تبداي ترجعي فيهم لبلاصتهم. هذا هو البروغرام اللي ساعدني اني بالاخص لما نكون في المطبخ تاعي روتيني المسائي نحاول اني ندير التحضيرات المسبقه. هذه لاصوص، هذه بصل وطوماط، كي نقعد اون ندير هذيك الخبزه المحشيه. تصيبوني نحب انا هذوما الامور مساعديني بالبزاف خياتي. شوفي نقعد حشيه في الكوزينه، والصباح نخمل تخمال كيما نقولوا البيوت يجوني ساهلين، باسكو انا نكون مرتاحه كي تكون كوزينتي نقيه. وهذه على بالي باللي بزاف امهات نتفقوا عليها. الا كنتوا توافقوني الراي خليوا لي في التعليقات. شاركت معكم هذا البوراك بلا فخس تاع البطاطا المغليه، باسكو كاينين بزاف فئه كبيره يحبوا البوراك بالبطاطا المغليه. زدت له شويه دجاج وشويه فرماج، وجا ما شاء الله مع لاصوب تاع العدس، جا الله يبارك. خليوا لي الى عندكم افكار اخرى. المهم قلت لكم دائما كي تدخلوا للكوزينه حاولوا ديروا 2 طيابات 3. الا تقدري على 3 ديري 3 وحطي في الفريجيدير ما يصرى لهم والو. هذه هي لازم المراه تكون ذكيه. وما تبخلونيش حبيبات قلبي بالجام والاشتراك في القناه، ولا قدرتوا بارطاجيو القناه الى عجبكم اكيد المحتوى، ولكم نوروني بتعليقاتكم الشابين. خليوا لي اي اسئله عندكم راني نجاوبكم، وشاهدكم في الجنه حبيباتي، وان شاء الله نكون فدتكم. وما تنساوش خليوا تعليقات الامي راني نقراهم لها. نقول لكم الى عندكم اي اقتراحات لمواضيع جايه ولا فيديوهات قادمه خليوا لي في التعليقات. نخليكم حبيبات قلبي في امان الله، مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.